بما ان السؤال ده اتكرر اكتر من مره في الاسك دوت، فانا حبيت ارد عليه في فيديو افضل. تمام، لان انا اتسالت السؤال ده قبل كده برضه. دلوقتي احنا في الامتحانات هنذاكر ازاي؟ يعني انا مثلا شخص من الاشخاص، في حد بيقول لي يا دعاء انا ما بحبش تاريخ اصلا ودخلت القسم دوت عشان ما قداميش غيره وكلام من ده. اول حاجه، ربنا بيحطنا دايما في المكان المناسب لينا، خلينا مقتنعين بده. نيجي بقى لخطوه تانية. الموضوع بيبدأ لما نثق في نفسنا، ولما نثق ان احنا ما ينفعش نتوتر من حاجة، لان ما ينفعش نخاف من حاجة. مفيش حاجة تستاهل ان احنا نخاف منها غير ربنا. تمام، ده امتحان الدنيا مش امتحان الاخرة. ده مجرد امتحان بندخل نكتب كلمتين وبننجح وبنجيب تقدير وربنا بيكتب لنا الخير دايما. تمام. نيجي بقى لطريقة المذاكرة اللي انا بعد 4 سنين شايفة ان هي اكتر حاجة مناسباني، وعلى فكرة سهلة جدا وبسيطة جدا، مش افتكاسة يعني، مش مخترع حاجة. احنا دلوقتي الدكتور بيبقى عامل لنا مقرر كتاب جامعي. تمام. بنجيب المقرر بتاعنا، الدكتور بيكون محدد لينا المنهج كذا وكذا وكذا. يعني مثلا انا دلوقتي بذاكر تاريخ ايران. طب ماشي، ماده تاريخ ايران بنعمل ايه؟ بنفتح الفهرس، نجيب الفهرس. الفهرس مكون عندنا من ايه؟ مكون عندنا من 5 فصول. ال5 فصول دول مقرر علينا منهم 4. الدكتور لغى نقطة من فصل من الفصول، فاحنا نعمل ايه؟ هنجيب الفصول نقسمها من قدامنا تمام. انا جيت دلوقتي وانا بذاكر شفت الفصول وعرفت المقرر عندي ايه. هاجي احط خطه لنفسي. اصلا انا مستحيل اقعد احفظ كل الاحداث دي، سوري، احفظ كل الاحداث دي. ولكن انا هشغل دماغي معاكم. ازاي؟ انا دلوقتي هذاكر الامبراطوريه الفارسيه. طب احنا هنعرف ان ايه دي؟ ايه امتى الامبراطوريه الفارسيه دي نشأت؟ امتى كانت فين وهي فين اصلا؟ نشأت امتى وكانت فين؟ نشأت امتى دي هتلاقيها عندك في المقدمه، على فكره كانت فين هتلاقيها في المقدمه، وهتلاقيها فقرات مكمله بعضها. طيب، نشأت امتى؟ في القرن السابع قبل الميلاد. تمام. كانت فين؟ في اسيا. طيب تمام. انا دلوقتي هبدا اتعرف عن اسيا الصغرى، هبدا اتعرف عن الامبراطوريه متراميه الاطراف دي نشأت ازاي. جيش قوي، لازم يكون عندي جيش قوي، فهبدأ أدرس الجيش بتاع الدولة دي كان عامل ازاي. طيب، كان عندي نظام للحكم، هبدأ أدرس الدولة دي أو الإمبراطورية دي كانت مقسمة المنطقة اللي هي مسيطرة عليها ازاي، ونظام الحكم فيها ازاي. أنا مثلا شبهتها بالدولة العثمانية، ولايات أو مقاطعات بيطلق عليها اسم معين، وكل مقاطعة أو كل ولاية أو كل مكان من الأماكن دي ليه حاكم أو الوالي ده كانت مدة حكمه مش كبيرة علشان خاطر ما يبدأش يستغل. يبقى انا هشوف سياسة الملك اللي كان بيحكم كانت ازاي. طيب، التطورات اللي مع الوقت الامبراطورية دي كانت مكملة ازاي، او ايه نقاط الضعف اللي بدأت تظهر فيها، او ايه اشهر الاحداث اللي حصلت فيها. طيب، ايه اعظم الانجازات اللي هي سابتها من اثار وغيرها. طيب، ايه المعبودات اللي هم كانوا بيعبدوها. تمام. ونوصل بقى للحياة الاجتماعية وطبقات المجتمع، وندرس طبقات المجتمع. يبقى أنا كده حددت وأنا بذاكر الدولة دي نشأت إزاي، وهي فين حتة، وفي أنهي حقبة زمنية، وإيه الحاجات القواعد الثابتة اللي هي مشيت عليها اللي هي نظام الحكم. عرفت جيش الدولة